السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في قناتي بيت الهنا مع هناء. وحشتوني، بقالي كتير ما عملتش معاكم فيديوهات اكل، معلش مقصره معاكم اليومين اللي فاتوا دول. النهارده هنعمل تتبيله مشويات، طريقه سهله كده لكل المشويات، فراخ او لحمه. يا رب التتبيله النهارده تعجبكم، ولو لسه حطوش اللايك حطوا اللايك، كومنت حلو تحت الفيديو وشير لو سمحت. يلا نقول بسم الله ونبدا الوصفه. معايا هنا لحمه شرايح، دي لحمه صغيره متقطعه كده ستيك شكل شرايح للشوي. اللي ما بيحبش اللحم الخرفان يروح للجزار اللي عنده اللحمه الصغيره ويجيب الستيك دوت يقوله للشوي. تمام. معايا هنا 1.5 كيلو، ومعايا هنا 4 بصلات كبار، وهنا معايا 4 طماطم، ومعايا هنا 2 فلفل رومي و1 حراق. تمام. هنشوف مع بعض هنعمل ايه. ده بيكون شكل اللحمه اهي، تبقى شرايح كده اسمها ستيك. طبعا قبل ما تعملي اي مشويات لازم تتبليها قبلها بيوم. شايفين بقى بيبقى ده شكل الستيك كده. في ناس كتير ما بتحبش لحم الخرفان، فاللي ما بيحبوش يجيب اللحمه الصغيره دي. هتجيبي كده معاكي الخلاط، هنحط فيه البصل وهنحط فيه الطماطم. دي التتبيله بقى المظبوطه بالظبط للمشويات. حطيت كده البصل والطماطم والفلفل الرومي اهو، واحط نص القرن بتاع الفلفل الحراق، وانزل بكوبايه ميه عشان تلف بس مش اكتر. احط بقى معلقه فلفل اسمر كده. تمام. ومعلقه ملح كبيره كده. تمام اهو. انا مش هحط الا فلفل اسود وملح علشان انا عايزه طعم اللحمه، مش عايزه طعم البهارات. تمام. هي دي الطريقه المظبوطه. انا عندي كل التوابل، بس لا، هي طريقه ملح وفلفل اسمر بس. تمام. هولع بقى الخلاط وارجع لكم. ضربتهم اهو في الخلاط، شايفين بقى شكل التتبيله عامله ازاي. دلوقتي هنصفي بقى كل ده، البصل والطماطم والفلفل الحراق والفلفل الرومي هنصفيه وارجع لكم. صفيت بقى الخلطه بتاعتي، بصوا بقت صافيه ازاي وميه، بس انا مش عايزه ايه التفل بتاع البصل والطماطم والفلفل. تمام. هنيجي بقى نعمل ايه. هناخد كده اللحمه وهننزلها في التتبيله دي كده. انا جبتها هنا قدامكم عشان تبان معاكم. احط بقى الكميه كلها كده. وكان عايز حاجه اغوط شويه علشان التتبيله تبقى مغطياه، فانا لو لقيته مش متغطي هنقله في حاجه تانية كده. انا هنقله بقى في حاجه تانية علشان هو بقى مش مغطي التتبيله، لازم نغطيها كلها. نقلتها في طبق غويط، ولازم كده اللحمه تكون تحت التتبيله، لازم كلها تكون متبله وطايله التتبيله بتاعتي. تمام. بس كده يكون خلصنا الفيديو بتاعنا. هو فيديو صغير كده، حبيت بس اوريكم ازاي بتبل المشويات واللحمه الستيك او لحمه الخرفان. تمام. اللحمه دي هعملها في المصيف لما اجي اشويها ان شاء الله اصورها معاكم. حبيت بس ان انا اعمل التتبيله معاكم واعرفكم الطريقه. يا رب تكون عجبتكم. كاتب الحركات احلى سهل ده ولا ايه؟ شوي بقى لحمه بقى وايه شغل عالي. سجات عالي انت يا حكومه. يا حكومه اللحمه تحفه. تسلم ايدك. ايه رايك بقى نفضل قاعدين في الساحل هنا ونشتغل كمجيه؟ استوي كده صح. حط بقى الكفته. انا
انا اللحمه دي متبلاها من البيت يا جماعه، وهنزل لكم الوصفه. وهجيب دلوقتي الكفته دي، لحمه ستيك اللي ما بيحبش لحم الخرفان يعني، دي لحمه صغيره. حاجه كده روقان. خلصت اللحمه كده انا وبقدها والكفته. بصوا الكفته عامله ازاي، بصوا شكلها تستاهل بقكم. الف هنا على اللي هياكلها. والسلطه، وعملت طحينه ودي مخلل. تسلم ايدك يا ابو ادهم، وتفضلوا معانا.